بما ان بقى ان الدراسه هتبدا وناس كتير ما بتقدرش تشتري شنط جديده او بتبقى حابه تكمل بالشنط اللي عندها بس للاسف ما بتبقاش نظيفه، عشان كده في الفيديو ده هقول لكم على طريقه سهله جدا هتقدروا تنضفوا بيها اي شنطه عندكم بكل سهوله. كل اللي عليكم تصلوا على النبي ونكملوا الفيديو مع بعض للاخر. مع بداية العام الدراسي الجديد في ناس ما بتقدرش تجيب شنط جديدة، أو في ناس عندها شنط من السنة اللي فاتت وحابة تكمل بيها السنة الجديدة بس بتكون متوسخة منهم ومش عارفين ينضفوها ازاي. عشان كده في الفيديو ده هقول لكم تنضفوها ازاي بطريقة سهلة جدا. هنجيب أي حاجة فاضية وهنحط فيها مية سخنة ودرجة الحرارة بتاعتها هتكون من 50 ل 60 درجة مئوية. بعد كده هنجيب الاريال اللي هو بتاع الغسالات العادية وهنفضيه على المية دي، والكيس ده بيكون ب5 جنيه. بعد كده هنحط عليهم كوباية الا ربع خل، وهنحط عليهم كوباية الا ربع كلوركس ألوان، وهنجيب من اي صيدليه كحول ايثيلي بتاع تعقيم اليدين، والازازه دي بيكون سعرها 10 جنيه. هنفضيها عليهم وبعد كده هنقلب الخلطه اللي احنا عملناها دي كلها كويس لحد ما الاريال نتاكد كله انه داف في الميه. بعد كده بقى هنجيب الشنطه وهننقعها في الميه ديت وهنسيبها لمده 24 ساعه. بعد ما يعدي